سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذا الموديل هذا كاين اللي كتشوفوا في الصوره. المهم اول حاجه البنات كنطويو الثوب على 4 في الجهه ديال العرض، ماشي في الجهه ديال الطول. كنطوي الثوب على 4 على الجهه اللي عندي فيها متر ونص. فين عندي متر ونص غادي نطوي على 4، وكناخذ الطول ديال السيده بهذا الشكل هذا البنات. كناخذ الطول اللي عندي، ماشي الطول الكلي، كناخذ غير الطول لحد السيده فين باغا البليات، فين باغا هادوك الكشكاشه لحد تما. انا مثلا هنا عندي السيده بغات مترو، وعاد غادي يكون عندي البليات من التحت. كنحط القياس ديال الكتاف وكنحط الميلان ديال الكتف 3 سنتيم. هنا كناخذ القياس اللي عندي في الكتاف كنعاود نحطه، وكناخذ القياس ديال الصدر كنطراسيه البنات. دابا غادي نهبط هنا ب 16 سنتيم، وناخذ القياس ديال الحزام زائد سنتيم ديال الخياطه البنات. بطبيعه الحال غادي نطراسي النقط اللي عندي. هنا غادي نهبط ب20 سنتيم ونحط القياس ديال الحوض. بهذه الطريقه البنات، وندير التركيز ديالي دوره حردة الابط. نقاد الثوب البنات، من نجي فين نقطع حتى نقاد الثوب ديالي ونتاكد بلي عندي ثوب مقاد من كاع البلايص. هنا غادي ناخذ الثوب وغادي نطويه باش نتاكد من العبار اللي باقي عندي في الثوب، واش غادي يقدني لهادوك البليات اللي عندي لتحت ويقدني في الكمام. عاد نرجع نقطع، يعني واخا انا عبرت الثوب قبل ما نبدا الفصاله، ولكن هكاك نزيد نتاكد قبل ما نقطع. صافي هنا الثوب راه كافيني، غادي نرجع باش نقطع العبارات اللي خديت. نرجع نقاد الثوب عاوتاني. صافي البنات هنا غادي نقطع. ضروري نتاكد من الثوب، حيت الا كان الثوب عندي ما مقادش غادي تجيني الفصاله عوجه. صافي هنا نمشي على الحافه باش نخلي العرض كامل، نخليه واخا راه الجهه اللي فيها متر ونص كطويها على 4 ما كيبقاش عندك العرض، ولكن راه العرض كتلعبي عليه في هذوك البليات اللي كتزيديهم من التحت. صافي دابا من بعد ما قطعت غادي نتاكد من حاده الابط العبار ديالها، حيت هو اللي كنخدم به الكمام. وهاد القياس هذا ديال حاده الابط كناخذه من القياس ديال الصدر. دائما تنقولها لكم، القياس ديال الصدر نقص منه 3 سنتيم. داكشي اللي خرج ليا هو اللي غادي يكون عندي في حاده الابط. هنا كناخذ 12 سنتيم في الكول ديال الامام من بعد ما حيدت الظهر بطبيعه الحال. غناخذ هاد الطرف ديال الثوب اللي بقى عندي، غادي نطويه على بهذه الطريقه البنات، يعني كما بقى عندي. يعني انا طاوياه على الجهه ديال العرض، طاوياه على الجهه ديال العرض ديال المتر ونص، غادي نخليه كما هكاك ونعاود نطويه على 4. هانتوما البنات غادي تشوفوا معايا، انا هنا غير طلقته باش نشوف العبارات اللي عندي، ولكن راني غادي نرجعو كما كان. يعني غادي نطويه على الجهه ديال العرض، يعني فين عندي متر ونص غادي نطويه عليها بحال هكا، ونعاود نقلبو للجهه ديال الطول كما هكا. نطويه للجهه ديال العرض ونعاود نقلبو للجهه ديال الطول، وناخذ القياس اللي بقى عندي. مثلا انا السيده عندي فيها متر و40، غادي ناخذ متر في القياس الفوقاني، وفي هاد الكشكاشه غناخذ ديك 40 اللي بقات زائد سنتيم ديال الخياطه، ولا زائد 2 سنتيم ديال الخياطه في الفوقانيه. اما التحتانيه راه كنزيد اكثر من 2 سنتيم ديال الخياطه، حيت عندي لوغلي
وعندي الخياطه ديالهم بجوج، غنزيد تقريبا 4 سنتيم. غناخد من هنا العبار ديالي وناخدو من الجهه الاخرى، ومن الاحسن تمشيو بالعبار في القطعه كامله، يعني تمشيو بهذاك العبار من القطعه كامله باش ل... ما يجيكمش مراجل من التحت. وكنحل هاد البلاصه هادي حيت عندي مسدوده، راه كما قلت لكم كنطويو الثوب على جوج وكنعاودو نطويوه على 4، كتبقى عندي جهه مسدوده من الفوق وجهه مسدوده من جهتي انا. كنحل غير الجهه الفوقانيه وكنخلي الجهه مسدوده من جهتي. هانتوما البنات هادو هما القطعات اللي غاديين يكون فيهم البليات. صافي هاد الطريف هذا اللي بقى عندي غادي نفصل منه الكميمات. الكم عاوتاني غادي نطوي الثوب على 4 ونخلي عاوتاني فين غادي ندير الكشكشه ديال الكم. ناخذ الطول ديال الكم عاوتاني ماشي الطول الكلي، غادي ناخذ غير الطول مثلا حد المرفق، ولا شوف الكليانه فين بغات لكم الطول ديال فين غيكونوا عند هذوك الكشكاشه. هنا كنهبط ب 12 سنتيم وكندير ميلان الكتف عفوا الميلان ديال الكم. هنا غناخد 20 سنتيم، غناخد 20 صافي وكنطراسي النقط اللي عندي. بالنسبه لهذيك 12 كيفاش هبطت تما، القياس اللي عندي في التركيز، مثلا عندي انا 33 في التركيز، غادي نحيد 3 سنتيم تبقى عندي 30. هذيك 30 كنعاود نقص منها عاوتاني 3 سنتيم. الخارج اللي كيخرج عندي هو اللي كنفصل به الكميمات. صافي هكا كنطراسي وكنقطع. بالنسبه للقياس ديال الثوب البنات، انا هنا راه خديت جوج متر ونص ديال الثوب. انا الاكثريه كنخدم بجوج متر ونص، قليل فين كنخدم ب3 متر ولا 3 متر ونص. المهم هنا دابا غادي ناخد العبار غادي ناخد 20 زائد 12 سنتيم ديال الكشكاشه. اصلا هذاك الشيء اللي بقى عندي، لو كانت تبقى عندي مثلا الطرف ديال الثوب اكثر من هكا كنت غادي ندير اكثر من هكا في البليات. المهم كناخد دابا عاد غادي ناخد الطول الكلي زائد 2 سنتيم ديال الخياطه، حيت انا ما بغيتش ندير لوغليف في راس الكم، غادي نطوي غير على السورجي، ما بغيتش نديرها غليظه. صافي هنا فين عندي القياس غادي نقطع ونقاد هاد البندات اللي عندي. طريقه سهله والموديل كيطلع زوين. المهم هكا كيجيو. ناخد هاد القطعه اللي عندي وندير التبطين، الدوبلور ديال الخلف وندير الدوبلور ديال الامام. هذا ديال الخلف وهذا غادي نفصلو ديال الامام ان شاء الله. المهم كندير القياس اللي عندي في ديك 12 اللي حطيتها في الضوفه ديالي، هي اللي كنحطها عاوتاني في الدوبلور. صافي وكنفصل. صافي البنات دابا راني ساليت الفصاله ديالي. هادو هما القطع اللي كنحصلوا عليهم، وندوزو دابا باش نخيطوها. بالنسبه للخياطه البنات، انا غادي ناخد هادوك القطع ديال اللي فيهم الكشكاشه، وهما اللي غادي نبدا بهم هما الاولين. غادي ندير لهم كشكاشه، كندخل واحد الفنيته، كندخل واحد البرا ولا فنيته في الراس ديال الصباط، نزيد الغرزات ديال الماكينه كنكبرهم. صافي وكنخليها دير ليا هي الكشكاشه. قلت لكم البنات كندير واحد البرا في الراس ديال الصباط. هانتوما البنات راه فين ثبتها، غنحاول ندير لكم الزوم. المهم وكندير الغرزات ديال الماكينه كنكبرهم حتى اخر رقم عندي. مثلا عندك 5 في الماكينه غتكبري حتى ل5. صافي وكتخليها هي كتدير لك الكشكاشه. ما كانش عندكم البنات هاد الطريقه وما خدمتش لكم في الماكينه،
غادي تخدمي بالغرزات كبار وتجري الخيط ديال اللي غادي تخيطي به، غادي تسليه واحد شويه صافي وغادي يجمع ليك. المهم من بعد ما درت ليهم كاملين دوزت ليهم هذيك الطريقه هذيك، دابا غادي نخدم الكول ديال الامام. غندير ليه التبطين، غنخدم ليه الدبلور ديالو، وكنشوف الوجه مع الوجه، حيت الثوبات البنات ديال الكريب روزا راه الوجه ديالو كيكون شويه رطب. المهم هو صعيب باش تميزي الوجه ديالو، ولكن ضروري تانسيستي على هاد القضيه. المهم دابا كندور بالخياطه كامله، كندير واحد الكرانات في الكول ديالي باش ما كيجينيش مشنق. صافي وكندير ليها السوبيكاج، كنعاود ليها السوبيكاج بهاد الطريقه هذه. صافي البنات دابا راني خدمت هاد الكول، غادي دابا نلصق هادوك القطع ديال الكشكاشه من التحت ديال البياسه. غير هو البنات ملي تفصلوا نتوما كطلعي في داك القنيت بواحد 2 سنتيم ولا 3 سنتيم باش ما كيجيوكش مدليين من الجناب، ما كتجيكش ديك المهم هنا الا لقيتي مثلا الطرف ديال الكشكاشه زايد على الضوفه ديالك، كتاخدي واحد البليات كتبقاي ديري ليها بليات زايدين. المهم هذا هو الشكل ديالها. غادي ناخذ الطرف الاخر حتى هو ونخدمه بنفس الطريقه، ونخدم الكميمات حتى هما بنفس الطريقه. البنات انا ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، داكشي علاش نوريكم غير المهم، ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو، ما كنبغيش نكثر عليكم الهضره. صافي كنخدم الضوفات ديالي بهذه الطريقه هذه، الكميمات حتى هما بنفس الطريقه. هانتوما البنات الكم حتى هو غادي نخدمو بنفس الطريقه. كنتاكد ضروري من الوجه ديال الثوب. صافي البنات هانتوما كتشوفوا الكميم حتى هو كيفاش كيجي. غادي ناخذ المترو نعبر الطول ديال الكم ديال السيده. صافي البنات راه جاني هو هذاك، حيت انا زدت غير 2 سنتيم. دابا غادي نطوي غير على الحد ديال السورجي، انا ما كتعجبنيش هذيك ديال 2 ديال اللوغلي، كنطوي غير الحد ديال السورجي خصوصا في هذا الموديل هذا. هانتوما البنات كتجي زوينه. دابا غادي نخدم لكم الاخر حتى هو بنفس الطريقه. من بعد ما خدمت لكم دابا راه غادي نمونطي البياسه ديالي. صافي خدمت الكميمات، خدمت دوك البليات من التحت. غادي نمونطي الكم ديالي بالطريقه اللي كنعتمدها دائما مع التبطين. صافي هكا كنكون وصلت للنهايه ديال الفيديو. غادي نخلي لكم الفيديو خدام ديال كيفاش كنمونطي، ولكن انا راني مشاركه معكم هاد القضيه هذه، ما غاديش نشرح لكم حيت كلشي واضح في الصوره. كنتمنى يكون الشرح واضح ويكون التصوير حتى هو واضح، وبسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.